ايه دي؟ ده مصطفى معاه الشاب. اما احنا ناكل يا ماما. انا ما بنجيبش سندوتشات ماما، هيك غرجوا فيها دي. لا انت ما تجيبش سندوتشات، انا مش واكل معاك. ايه يا يوسف براحتك، مش هتاكل معانا هناكل يا مصطفى. لا يا مصطفى احنا هناكل سوا. انت كان معاك سندوتشات يا مكتين؟ لا ما كانش معايا سندوتشات وكرتين. صراحة ان العيش دي غالي وامي ما قدرتش تشتريه. هناكل سوا. لا انت كل انت لوحديك، امك عامله لك سندوتشين كلهم من. لا هناكل سوا. لما نطلع عن البيجامه لا خد واحد. مصطفى بيجيب سندوتشات وعايزين ياكلوا منها. بس مصطفى ما تاخدش بالك مني، فانا كل يوم عملت حساب في السندوتشات. محمود السندوتشات دي غالي وانا مش عايزة نخسرها، ونكلت النهارده بس عشان ما نزعلكش، لكن انا بنجيب الجو فيها بناكلها بنشبع وخلاص. يا عم خسرنا احنا عن السندوتشات ياما عندنا، وانا وامي بحطوا 2 بس انا هنقول لها حطوا 3. انت صح يا مصطفى زعلك وانت لا. بس عاملين توددوا علي والله من مديهم حاجة. استنى مش هتاخدون معاكم. لا يا عم انت الصاحب صاحب ماشي، انت يعني تظلم صاحبك كده ما ينفعش. انا ظلمت يا محمود، خدوني معاكم. يعني انت حرجت صاحبك، احنا بنجيبه اكل وناكله سوا، خلي بالك كده حرام عليك. يا عم انا ما نعرفش، بكره هنجيب 3 وانت 3، وندير 1 وانت تدير 1 عشان كل واحد يبقى معاه 2. بجد يعني؟ والله انا هنقول لامي تحط لي 3 على ندير 1. خلاص انت كده هتبقى صاحبنا. انا بقى مستقبل عارفك انا بقى بلاش احراج زي امبارح. عم حوار زي ده احنا عاملين حسابك. بجد يا يوسف عاملين حسابي؟ بجد والله نجيب 3 عشان خاطر. بس انت مصطفى بكره تجيب لنا قصص ميه ساقعه معاك عشان انت عليكم ميه. ما احنا جايبين سندوتشات، جايبين كل حاجة، هي جت على المية. ما هو خليه يجيب الميه عشان ما نحرش، يبقى يجيب حاجه حتى ما نحرش واحنا وين. ماشي يا محمود، انت عارفه صح اعمله وانا مش عارفه. دي رسالة لكل طالب، دي رسالة لكل طفل. لو معك سندوتشين 2 لو كلت سندوتش ونص، اديت صاحبك المحتاج النص، هياكله وهيشبع وهيكون على قلبه زي العسل. حاجة ما تجيش جنب الحاجات اللي انت بتاكلها، حاجة غيرك ما بياكلهاش. لازم تكون ودود على صاحبك، تديله عشان ما تحسسوش ان هو ما معهوش وانت معاه، وانت ما تعرفش ظروف صاحبك ايه. يمكن ظروفها صعبة، يمكن امه مطلقة وظروفها صعبة، وممكن يكون يتيم. خلي بالنا من زمايلنا، مش معنى انك تاكل لوحدك هتبقى حاجة ولا هتبقى كويس، لا كل مع اصحابك عشان اللي معاه يوكل اللي ما معهوش. اتمنى تكون رسالتي وصلت لكل واحد يسمع. شير الفيديو، نزله على تليفونك عشان ابنك يسمعه، وعشان يوصل لكل طالب ما يعرفش قيمة صاحبه.